طلاق لميس الحديدي من عمرو أديب ده موضوع أثير مؤخرا على السوشيال ميديا وبيقولوا إن الطلاق ده ناتج عن تسريب فيلم جنسي للميس من 2004. يعني هو يعني الكلام كله بيدور حول فضيحة جنسية، وإن عمرو كان مطلقها من سنة ونص بشكل ودي وبشكل سري. بعد اكتشافه موضوع الفيديو اللي متصور ومخابرات مصوراه مع مدير حملة حسني مبارك الانتخابية. ده كله كلام هلس، ده كله كلام فارغ، ده كله كلام يعتبر رمي محصنات. لميس إنسانة مش كويسة، إنسانة بتأيد أي نظام سفاح، بتأيد أي نظام عايز يبوظ البلد، أهمها على السبوبة. إنسانة مش كويسة، بس مش لدرجة اللي احنا نمشي في إشاعة ونقول اللي هي متسرب لها فيلم جنسي من غير ما نشوف الفيلم الجنسي. مينفعش، مفيش بينة، مفيش دليل على الكلام ده. فاحنا بنناشد السادة المسؤولين وأبانا الذي في المخابرات اللي لو عندك الفيلم طلعه. يعني انت دلوقتي يوسف الحسيني انت سربت له مكالمة كده، ماشي، حلو حلو، شير بقى وبتاع ويوسف وأم يوسف واللي جابوا يوسف ونزيط. لكن تحنسنا كده، وبعدين هي لميس أثرت معاكوا في ايه؟ ما البت زي الفل اهي وطالعة فاتحة الدنيا على القنوات وتيران وصنافير، ويعني بص أحلى تطبيل يحصل في التاريخ كله جاي من ده كفاية اسم لميس بس يرن كده. يعني هو يعني دي فاضل لها 3 ليفلات وتقابل الوحش أحمد موسى. فيعني عيب، عيب. يعني الست ما قصرتش في حاجة عشان تنزل الإشاعات دي وطلاق ومش طلاق وبتاع. اللي عنده فيلم يجيبه، اللي عنده حاجة يطلعها، صح ولا مش صح؟ لكن نرمي بقى محصنات ونخش في أعراض الناس من غير دليل. فاحنا بنناشد السادة المسؤولين وبنناشد المخابرات بتاعتنا الجميلة اللي انتوا انزلوا بالفيديو او سربوه مثلا على اكس ان اكس اكس بأي حوار، بس ما تسيبوناش كده. يعني ما تسيبوناش في الاشاعات دي. وبعدين دي حاجة مغرية، طلاق بقى لميس الحديد، انتوا عارفين لميس الحديد محبوبة قوي 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 قوي. فما يعني ما نتكلمش في الحوارات دي يا جماعة إلا لما يبقى الدليل موجود. فاحنا بنناشد المسؤولين اللي هم يجيبوا لنا الفيديو عشان طمأنة الرأي العام، ويا رب يحمي مصر ويكفينا شر المخربين والكلاجية والناس الوحشة دي. يا رب يا رب يا رب يا رب الفيديو ينزل يا رب.